أهلا أعزائي المتابعين في أغنية حزينة جديدة من العيار التقيل جدا. أغنية حزينة جديدة من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. وطبعا قبل أي حاجة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتحط لايك للفيديو وتكتب كومنت. أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة دي يعني وحشة. أنا أصلا وانا بصور الفيديو حاليا مش طايق نفسي وانا بصور الفيديو، لان الاغنيه الحزينه دي يعني انا الفتها بطريقه وحشه، كتبت فيها كلمات مش جميله، يعني الكلمات بتاعت اغنيه حزينه دي مش حلوه خالص. فانا انا كمؤلف الاغنيه الحزينه دي اديها تقييم 3/10، ان هي اسوأ اغنيه حزينه كتبتها في حياتي. أغنية حزينة بتتكلم عن الغدر، بس أنا كتبت فيها يعني حاجات وحشة، كتبت فيها حاجات ما يصحش إنها تتقال. بس عادي يعني يا أعزائي المتابعين، موضوع يعني إن أنا بحاول أجتهد لأجل دخول مجال التمثيل. فالفن إبداع، والإبداع لازم تنوع من كل حاجة، مش شرط حاجة معينة. فاعذروني يا أعزائي المتابعين، هي الأغنية حزينة دي معمولة بهذا الشكل لأنها بتتكلم عن الغدر. فهي كده، هي جت كده، معرفتش أجيبها غير كده. هل ليها إصدارات تانية أو أجزاء تانية؟ طبعا أكيد أحد المتابعين هيسأل السؤال ده. طبعا الأغنية الحزينة دي أساسا أنا بقول لكم هي وحشة ومش عايز أنزلها، بس عشان خاطر المتابعين هنزلها. فطبعا ملهاش أي أجزاء تانية، هو دي بس، مش هنزل لها أجزاء تانية يا أعزائي المتابعين. وطبعا الأيام الجاية احتمال لو أنا اتعينت في وظيفة يا أعزائي المتابعين فهتكون مشكلة بالنسبة للقناة، لأن الوظيفة هتاخد نسبة 90% من اليوم. طب بقيت اليوم هعمل فيه ازاي التأليف وأصور وأعمل؟ فالموضوع هيبقى مشكلة كبيرة. اعذروني يا أعزائي المتابعين، احنا الفترة دي يعني الفترة الجاية دي ممكن يحدث انقطاع للعمل بالقناة، انقطاع تام يعني. أو ممكن مثلا نسبة تنزيل الفيديوهات تقل جدا، ده في حال لو اتعينت في وظيفة يعني. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، سلام.